مع دكتور شيرين إبراهيم حلت لكم مشكلة رمضان وزيادة الوزن أو ثبات الوزن على الميزان. هتقدري تخسي بسهولة خالص عن طريق 3 حاجات. هتظبطي نومك. النوم لازم يبقى ما ينفعش يعني نوم يبقى اقل من 6 ل 8 ساعات. لازم تنامي نوم عميق، ديب سليب. ما ينفعش انام ساعتين واقول انا نمت. ما ينفعش افضل سهران لحد الفجر. جسمي بالليل بيفرز هرموناته وهرمونات الجوع والشبع، لازم تتظبط اثناء الليل. لازم انام. طب يا دكتور ما انا بتسحر، اصل انا لازم اسهر لحد السحور. لا، عادي جدا، انا اصلي العشاء واصلي قيام الليل وانام لحد يعني واتسحر، او هنام واصحى اتسحر واصلي الفجر، وبعد كده ايه هكمل يعني. بس لازم الليل انام فيه، يعني اظبط نفسي. هتسحر قبل ما انام، ينام وبعد كده اصحى اتسحر. لو انا من الناس اللي بتجوع قوي لازم ابقى قبل الفطار بدقيقه مثلا اكله. تمام. تاني حاجه الحركه. لازم كل يوم في رمضان امشي قبل الاكل نص ساعه. ما ينفعش ابقى قاعد طول اليوم في رمضان مريح مأنتخ، مفيش اي مجهود خالص. لازم امشي نص ساعه، مش هتبقى فيها اي مشكله ولا يحصل لك اي هبوط ولا هتتعب. لازم جسمك يكون في حاله مجهود. ما ينفعش في رمضان اقلل الطاقه بالشكل دوت واقول ليه الحرق قل، ليه ما بخسش. ما هو انا مفيش اي نشاط خالص بعمله. ما ينفعش افضل صايم، اصل صايم هريح، اصل صايم هنام. لا. تمام. تالت حاجه تذبذب السكر. انا بيحصل عندي تذبذب في السكر ازاي؟ وده بيؤدي الى تخزين الدهون ازاي؟ ان انا اول ما بيجي الاذان اذن تك 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 افضل اكل 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 بشكل مبالغ فيه جدا. فالسكر بيعلى فجاه، فالانسولين بيعلى فجاه، فيعمل لي حتى هبوط. انا نفسي احس ان انا مش قادر بعد الاكل وهبطان. لا، انا هعمل ايه؟ هحل الموضوع ده ازاي؟ انا بعد الاكل يعني اول ما الاذان ياذن اكل، وبعدين 10 دقائق اقوم اصلي. شوف يعني ربنا رحيم ازاي اداك الصلاه في الوقت ده عشان تقوم. سؤال بيتكرر كل رمضان: انا ليه يا دكتور ما بخسش في رمضان مع اني ما باكلش غير وجبتين 2 بس؟ طيب انا هجاوبكم على السؤال ده النهارده بكل بساطه. دلوقتي انت مش بس يعني جسمك ده بيحسب السعرات الحراريه عشان يخس، لا، جسمك ده عباره عن هرمونات. لو انت قدرتي تتحكمي فيها بخطوات بسيطه قوي هعلمها لك دلوقتي، هتقدري ان انت تحرقي وتاكلي. يعني هتاكلي وتخسي. هما 3 حاجات هتكلم فيهم وهفهمك ازاي تتحكمي فيهم عن طريق ان انت تظبطي هرمونات جسمك. اول حاجه النوم، تاني حاجه الحركه، تالت حاجه السكر وتذبذب السكر. دول ال3 حاجات اللي بيتحكموا في هرمونات جسمك، اللي بيتحكموا في انك تخسي او تتخني، اللي بيتحكموا في حرقك. طيب جسمك دوت هو مش آلة حاسبة. انا دخلت حتة شوكولاتاية اصل السعرات الحرارية فيها كذا يا دكتور من ضمن سعراتي. لا، انت كده بتدمري الحرق بان انت بتدخلي سكر. السكر بيعلي الانسولين بيمنع الحرق، انه بيزود السكر في الدم، فبيخزن السكر ده على هيئه دهون في الدم بعد كده، في الجسم بعد كده، فبتزيدي في الوزن. هي مش دي الفكره. انا لازم اتحكم في الهرمونات، مش لازم السعرات بس. يا جماعه اتكلمت كذا مره عن الموضوع ده. مش اهم حاجه السعرات قد ما اهم حاجه فعلا نمبر 1 هي ان انت تتحكمي في هرمونات جسمك. طيب النوم، اول حاجه النوم ايه؟ لازم انام ساعتين. الحركة، لازم امشي كل يوم نص ساعة، حتى لو صايم لازم امشي وانا صايم. تالت حاجة تذبذب السكر. لازم احافظ على السكر في مستوياته الطبيعية، يعني ساعة الفطار اكل وبعدين اقوم 10 دقايق اريح. كان معاكم مع دكتور شيرين إبراهيم حلت لكم مشكلة رمضان وزيادة الوزن أو ثبات الوزن على الميزان. هتقدري تخسي بسهولة خالص عن طريق 3 حاجات. هتظبطي نومك. النوم لازم يبقى ما ينفعش يعني نوم يبقى اقل من 6 ل 8 ساعات. لازم تنامي نوم عميق، ديب سليب. ما ينفعش انام ساعتين واقول انا نمت. ما ينفعش افضل سهران لحد الفجر. جسمي بالليل بيفرز هرموناته وهرمونات الجوع والشبع، لازم تتظبط اثناء الليل. لازم انام. طب يا دكتور ما انا بتسحر، اصل انا لازم اسهر لحد السحور. لا، عادي جدا، انا اصلي العشاء واصلي قيام الليل وانام لحد يعني واتسحر، او هنام واصحى اتسحر واصلي الفجر، وبعد كده ايه هكمل يعني. بس لازم الليل انام فيه، يعني اظبط نفسي. هتسحر قبل ما انام، ينام وبعد كده اصحى اتسحر.
لو انا من الناس اللي بتجوع قوي لازم ابقى قبل الفطار بدقيقه مثلا اكله. تمام. تاني حاجه الحركه، لازم كل يوم في رمضان امشي قبل الاكل نص ساعه. ما ينفعش ابقى قاعد طول اليوم في رمضان مريح مأنتخ مفيش اي مجهود خالص. لازم امشي نص ساعه، مش هتبقى فيها اي مشكله ولا يحصل لك اي هبوط ولا هتتعب. لازم جسمك يكون في حاله مجهود. ما ينفعش في رمضان اقلل الطاقه بالشكل دوت واقول ليه الحرق قل، ليه ما بخسش. ما هو انا مفيش اي نشاط خالص بعمله. ما ينفعش افضل صايم، اصل صايم هريح، اصل صايم هنام، لا. تمام. تالت حاجه تذبذب السكر. انا بيحصل عندي تذبذب في السكر ازاي؟ وده بيؤدي الى تخزين الدهون ازاي؟ ان انا اول ما بيجي الاذان اذن تك 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 افضل اكل 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 بشكل مبالغ فيه جدا، فالسكر بيعلى فجاه، فالانسولين بيعلى فجاه، فيعمل لي حتى هبوط. انا نفسي احس ان انا مش قادر بعد الاكل وهبطان. لا، انا هعمل ايه؟ احل الموضوع ده ازاي؟ انا بعد الاكل يعني اول ما الاذان ياذن اكل، وبعدين 10 دقائق اقوم اصلي. صلي. شوف يعني ربنا رحيم ازاي اداك الصلاه في الوقت ده عشان تقوم قبل الفطار بنص ساعة. وحبيت أحمسكم إن المشي نص ساعة قبل الفطار هيعلي معاكي الحرق، هيخلي الميزان يتحرك، هتنزلي، هتنشطي جسمك، هتظبطي هرموناتك. طبعا لازم بعد ما افطر 10 دقايق، ده مهم جدا، اهدى واقوم واصلي. لازم النوم يكون مظبوط. ما ينفعش اكل نون هيلثي فود او جانك فود او مقالي في رمضان او سمبوسه او بسبوسه او اي حاجه فيها اوسه. ممنوع القطايف، ممنوع السكر، سم لجسمك، بيعلي معاكي الانسولين وبيخزن دهون في الجسم وبيخلينا عشان نبدا نحرق تاني بنحتاج 3 ايام تاني من الرجيم عشان نرجع تاني نرجع الجسم لحاله الحرق الحقيقيه اللي كان فيها، اللي كان عايزه جسمك دايما يبقى شغال في حاله حرق، ينظف نفسه. الميزان مش اهم حاجه، لان في اوقات الستات بتخزن فيها ميه في اوقات معينه من الشهر في اثناء الدوره الشهريه. ده بيبقى مجرد وزن وهمي عباره عن ميه بتنزل مجرد ما الدوره بتخلص بعد يوم او يومين. اهم حاجه مقاسات اللبس، هي دي اللي بتفرق معاكي طبعا في وزنك وشكلك وفي صحتك. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا سبسكرايب على القناه وفعلوا الجرس، كل يوم هنزل لكم معلومات هتفيدكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.